السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. صنف جديد من الكفتة يا بنات. طب ايه الجديد؟ شايفين الأول الشكل واللون والطعم، والله العظيم بصوا خرافة خرافة. ايه الحاجة الجديدة بقى والمكون الجديد؟ رز مسلوق يا بنات. عندك رز بايت، طبق رز بايت هنسخنه كده، هنعمل منه أجمل وأعظم كفتة. زي ما انتم شايفين طعم وريحة وكمية مفيش بعد كده. ما شاء الله، مش مكبوسة، منفوشة، هشة، بجد طريه جدا، وبيقربشها من بره حاجه بصوص بقى او كده لوحدها بتتاكل اكل. والله يا جماعه تحفه بجد، اختراع يا جماعه. يا رب فعلا الفيديو ينور رضاكم وتنفذوها، وان شاء الله وصفه سهله واقتصاديه كمان. انا عندي حوالي 4 شرايح بانيه، او بالوزن هيبقى ربع بانيه يا بنات. يعني حاجه بسيطه خالص، هنعمل منها كميه اللي انتوا شايفينها ديت وازيد كمان. هنحط هنا ال4 شرايح ويانا في الكبه. وبعد كده انا عندي طبق رز بايت، بدل ما هنرميه او نديه لاولادنا كده ياكلوه بيبقى غصب عنهم او كده، لا نعمل اعاده تدوير. انا عندي هنا لو هو بارد طالعان من الثلاجه لازم تدفيه شويه، او يبقى سخن كده هيبقى افضل كمان. تمام. انا هنا عندي الطبق اهوت، انا طبعا انا دفيته كويس، وبعد كده هبدا انزله مع الفراخ بتاعتي. بجد وصفه تحفه يا بنات. انا عايزه اقول الوصفه دي بصراحه مش بتاعتي، انا شفتها عند حبيبتي العزيزه اللي هي قناة سهير جاد. بصراحة ما شاء الله عليها، قناة كبيرة ما شاء الله عليها، ربنا يبارك لها يعني. طب أنا حطينا فيه إيه تاني؟ أنا حطيت بصلة صغيرة، عندي 4 فصوص توم، وعندي بيضة. عندي بقى علشان الحاجات دي تديها بقى الطعم بقى الجميل المميز اللي هتحسي إن طعمه فظيع بجد يعني. هنا بهارات بتاعت ماجي، اللي هي الخلطة بتاعت ماجي الجاهزة اللي انتوا شايفينها ده، بتاعت شاورما أو شيش طاووق. هتنفع النوعين دولت، هيبقوا يعني مناسبين جدا مع الفراخ. هنحط كام معلقة من الخلطة بتاعة الماجي دي؟ احنا هنحط معلقتين او معلقتين ونص. وبعد كده انا عندي معلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، ده مهم جدا البيكنج باودر. هنحط بقى البهارات بتاعتي بقى. البهارات عبارة عن فلفل اسمر، وعندي رشة قرفة، وعندي بهارات فراخ، او عندي او ال7 بهارات لو مفيش بهارات فراخ، وطبعا ورشة القرفة. تمام. عايزه تزودي بقى زنجبيل، عايزه تزودي بابريكا، مفيش مشكله. الملح طبعا في الاخر ده اللي هو حسب الرغبه. انا حطيت حوالي معلقه ونص صغيرين الملح. اهم حاجه بقى الضرب كويس جدا جدا، هي هتبقى طريه يا بنات. نضربها كويس جدا كده حبه كويسين، علشان انا عايزه كل المقادير تبقى عامله زي عجينه. بصوا هي بتبقى طريه كده، وهقول لك دلوقتي هتظبطي القوام بتاعها ازاي عشان نقدر نشكلها في منتهى السهوله. بس هي اولا بتنزل طريه كده، ما تقلقيش خالص او تقولي الوصفه باظت مني. تمام. والرز كمان مهري خالص، مش باين خالص في الكفته بتاعتنا. طب هنظبط القوام ازاي؟ هنحط حوالي من معلقتين ل3 بقسماط. حطي الاول انت كده معلقتين، وقلبيها كويس جدا، حتى لو ما ينفعش بالسباتيولا ممكن بايديكي. تمام. وبعد كده لو حسيتي برضو ان هي لسه طريه سنه كده، حطي كمان معلقه. يعني انا حطيت 3 معالق، هم ظبطوها لي خالص 3 معالق كبار. بعد كده ايديا بقى فيها زيت كده، وظبطي الشكل بتاعها. لازما بقى نحطها في الفريزر او في التلاجة نص ساعة يا بنات، علشان تتماسك كده مع نفسها وتتظبط ويانا في الشغل بتاعنا. طيب انا عندي بقى هنا ايه؟ الكفر بتاعنا عبارة عن كوباية، نفس الكوباية هنستخدمها كوباية بقسماط وربع كوب دقيق. يا بنات احنا ما بنحطش نص ونص، لا، احنا بنحط اللي هي كوباية دقيق مع ربع كوباية بقسماط، اسفة، كوباية بقسماط مع ربعها، مع ربع كوباية دقيق، وهنقلبهم كويس مع بعض. عندي بقى طبق فيه هنا زيت، وهنجيب المعلقة بس عشان تسهل عليا اخد من الطبق برضو وادهنها دهنة زيت بسيطة كده. بعد كده هنبدأ بقى ايه؟ هناخد قطعة كده وهنبدأ نشكل الكفتة بتاعتنا. يبدأ يبقى كده يعني حطيها كده في ايدين براحة الايد. وطبعا عايزة تشكليها بقى مدورة، يعني مستطيلة مدورة زي الفلافل، يعني الشكل اللي انت عايزاه. بس احنا قلنا هنعملها كده زي الكفتة البانيه بالظبط، وهنعملها يعني وهي في الدقيق والبقسماط انت بتتحكمي كمان فيها اكتر من الاول. هنبدأ نعمل كمان برضو واحدة علشان نشوفها مع بعض. هنبدأ يعني ممكن مش كل مرة ممكن هتدهني ايديكي زيت. يعني هي ممكن مرة هتعملي منها يعني صبعين 3، عشان ما تقولش احنا برضه بنستهلك زيت كتير. ده هي بس ايه يعني دهان على الايد كده بس مرة او مرتين طول فترة الكفتة اللي احنا هنعملها بيها. وهنحطها بقى كده في اللي هي الدقيق والبقسماط، خليط كويس يا بنات. طيب وبعد كده هنبدأ نخلص الكمية بتاعتنا كلها كويس. انا عامله لكم الفيديو، انا مش مسرعاه في المقطع دوت علشان تشوفوا. يعني بصوا هي طرية، يعني بصوا بتبقى طرية في الايد كده، لكن انت هتحاولي تشكليها كده. بصوا بتتشكل، هي طرية لكن تقدري تتحكمي فيها يعني شوية كده. هنعمل بقى كذا واحدة علشان ايدينا بس
ما تحطش فيها الدقيق وهتضطري تغسلي ايديكي تاني عشان تعرفي تصبعي تاني. فانا قلت اعمل كذا واحده كده مع بعض الاول في الكفر، وبعد كده هنبدا ان ندحرجهم كلهم مره واحده، ويعني هتسهل علينا كمان الموضوع. طبعا بطريقه سهله وبسيطه انت هتخلصي الكميه بتاعتك دي، مش هتكملي 5 دقايق على فكره. انا سرعت لكم بقى هنا الفيديو، شايفين يعني لو التشكيل ما كانش متظبطه قوي، بص هنا في الدقيق والبصمات كده، بص بتظبطيها في منتهى الجمال. شايفين بقى ايدينا بص كلها بقت دقيق ازاي، عشان كده بقول لكم نعمل اكتر الكميه كلها في الاول وبعد كده ندحرج. شايفين ما شاء الله تبارك الله، من 4 قطع بانيه عملتي الكفته الرهيبه دي، كفته بانيه فظيعه فظيعه فظيعه. طيب هنا بقى في المرحله دي لو عايزه تفرزيها بقى لرمضان، اعملي الكميه اللي انت عايزاها، ضعفي الكميه اللي ممكن ل 2 كيلو كمان. هتحطيها بقى كده على فكره يا بنات، والله بعد ما طلعت من الفريزر وحمرتيها في الزيت، بس المهم تسيبيها تفك، بجد خطيره كانك عاملاها بصي دلوقتي حالا. دلوقتي بقى ممكن هتجمديها كده، تحطي بقى استريتش راب او غطيها بكيس كويس، المهم انك تغطيها كويس جدا كده. ايه طبعا انا هفرز بقى منها، وهبدا برضو ايه هنقلي شويه كده علشان نشوف اللي هي النتيجه النهائيه يعني للكفته بتاعتنا اللي هي بالرز. بجد تحفه يا جماعه دي، والله لازم يعني تجربوها لانها اقتصاديه جدا. يعني شايفين احنا حطينا طبق رز قد ايه يا بنات، مع 4 شرايح يعني بانيه، ما شاء الله علينا يعني. تمام كده. مع يعني معلقه كبيره بقى كده سمنه بلدي او اي نوع سمنه انت بتستخدميه، لو عندك سمنه بلدي هيكون افضل واحسن. تمام. عايزه تحطي معاها كمان معلقتين 3 زيت مفيش مشكله. حطي بقى الكفته بتاعتك وسيبيها، هتاخد سوا قد ايه؟ طبعا ده على نار متوسطه يا بنات، مش عاليه عشان ما تتحرقش، عشان نسويها كويس. هتاخد من حوالي من 6 ل7 دقائق كده على كل جنب، يعني على جنبها كلها يعني. بصي انا بعمل ايه، على جنبها وبعد كده وظهرها ووشها، يعني على كل جوانب الكفتاية بتاعتنا عايزينها تتحمر، علشان كل اللون يجي في الكفتاية كلها وكلها تبقى مستوية سوى واحد. وبجد تحفة، ما تقوليش معجنة الرز يعجنها ابدا ابدا، والله انتوا شايفين اهوت، يعني الصورة بتتكلم عن نفسها. اهم حاجة بس اديها وقتها كده في السوا وهتطلع بصوا ما شاء الله، يعني اتنفخت ونفشت ازاي. ده دليل ان الحرارة فعلا دخلت لجوه وسوت المكونات بتاعتنا في الكفتاية بالشكل دوت. ايه رأيكم؟ بجد كانت ريحتها جايب بصوا الشارع الشارع كله، والله مش يعني مش ببالغ، بس فعلا ريحتها كانت رهيبة يعني، ما بالكم بقى هتبقى بطعمها. بجد شايفين اللون، حاجة تحفة بجد يعني. بطريقة سهلة وبسيطة هنكمل بقى احنا اللي هي المقدار بقى بتاعنا كله بقى بالشكل دوت. اهم حاجة بس يا بنات النار تكون هادية او متوسطة، قلبي برضو من جميع الجوانب، ما تخليش جنب ابيض وجنب احمر علشان تبقى الكفته مستويه تمام. يا ريت اللي هي الملاحظات اللي هي البسيطه ديت يعني تنفذوها عشان تطلع وياكم نفس الوصفه زي ما انتم شايفينها كده، ان شاء الله تطلع وياكم في منتهى الجمال زي ما احنا شفنا كده. ايه رايكم؟ فعلا كفته جميله واقتصاديه وسهله، مكون بدل ما يعني موجود في البيت انت مش هتعمليه، او ممكن كمان رز بشعريه هينفع، او ممكن تعمليه مخصوص، لان فعلا الوصفه تستحق. يعني انت لو سلقتي كوبايه رز او نص كوبايه رز هتعمل لك الطبق دوت. يا رب فعلا الفيديو نور رضاكم وتنفذوه. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف الكفتايه بتاعتنا عامله ازاي، بجد خطيره. طعمها يعني يا جماعه والله شايف شكلها جميل ازاي ومشهي، طعمها احلى بقى بكتير جدا كمان. البهارات اللي احنا حطيناها اهم حاجه فيها بس البهارات عشان تدينا الطعم الجميل والريحه الكويسه. هشه من جوه زي ما انتم شايفين، مفرغه مش مكتومه مش مكبوسه، طريه مقرمشه من بره، يعني جميع المواصفات بتاع طبق جميل جدا. اعمليه كده في رمضان ما شاء الله كل هيحبها وهيعشقها، تبقى وصفه ليكي معتمده ان شاء الله في رمضان لضيوفك ولحبايبك. يا رب الفيديو نور رضاكم وتنفذوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين.